هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم مجددا في منتدى السبت. أنا أمل علي أحييكم في هذا المساء 27 من فبراير، وأبدأ معكم هذه الساعة بآخر تطورات الأخبار. بعد ذلك نتابع محطات للأستاذ أحمد القيسي، ومن ثم سنتابع حوارا أجره لنا الزميل جمال عثمان همد مع الأستاذ حاج عبد النور رئيس المجلس التشريعي للمجلس الوطني للتغيير حول تصريحه الصحفي الأخير بشأن عقد مؤتمر المجلس. تتخلل الساعة فقرات متنوعة، ابقوا معنا وأهلا بكم. ما حنا تسرايا كل عزنا قلسنا مودايا يوم ما ينهم الله أزي ما ينهم الله لفينا سندلت منينا أزي ما حنا تسرايا كل عزنا قلسنا مودايا يوم ما ينهم الله أزي ما ينهم الله لفينا سندلت منينا شاما بنا حبن سبا قلت ركبت منيتا قلنا تمم لسيوبا لالي وعمل قل نخدما كلنا بحبر جلابا أزيما منينا أزيما ينهم لا فينا صارت الباب التنسينا قالتكم ما شنات الباب من تتحري وتتمني قلنا قلت ولدنا دول السلام دول ما أكي أسرارنا تنكرا شام كتكوب لما فتي شنقول ولا شمبري قلقي صلاب قلقي متي أزيما منينا أزيما ينهم لا فينا صارت الباب التنسينا صوت المنتدى.
في عناوين الأخبار لهذا المساء: وحدة من الجيش تداهم الباعة المتجولين، وتزايد تدخل النظام الاستبدادي في شؤون المؤسسة الدينية، وأنباء عن مساعي النظام لتعيين مفتٍ جديد. ترتيبات أمنية مشددة وافتتاح معتقل جديد استعدادا للاحتفال بذكرى الاستقلال. صدور التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الأمنستي، ورئيس الوزراء الإثيوبي يتوعد بخطوات عسكرية لمواجهة الاعتداءات التي تأتي من الخارج. الحكومة الإسرائيلية تحذر بشدة رعاياها من السفر إلى إريتريا باعتبارها من المناطق الخطرة. ومنع الطبع النسخة التجرينية من كتاب رحلة في الذاكرة للأستاذ أحمد طاهر بادوري. الأخبار بالتفصيل. تشهد مدينة أسمرة منذ صباح أمس الجمعة 26 من فبراير حملات دهم شاركت فيها وحدات من الجيش والأمن والشرطة، استهدفت الباعة المتجولين والضعفاء الذين يفترشون أرض الأسواق. ولم تكتفي السلطات الاستبدادية بمصادرة البضائع، بل أقدمت على اعتقال الباعة ونقلهم بواسطة شاحنات عسكرية أعدت لهذا الغرض إلى سجون ومعتقلات مختلفة في ضواحي مدينة أسمرة. ويقدر عدد المعتقلين في اليوم الأول من الحملة بحوالي 1000 معتقل من الجنسين، بينما لوحظ الغياب التام للسلطات البلدية التي يدخل موضوع تنظيم العمل في الأسواق في صميم مهامها العملية، مما يؤكد أن الغرض من حملات الدهم المشتركة كانت لمآرب أمنية. يسعى نظام الاستبداد في الوقت الحالي إلى ضم مجلس الأوقاف الديني إلى قائمة المؤسسات المخترقة، وذلك بزرع مناصرين له في مكاتب الأوقاف بالعاصمة أسمرة. وذكرت مصادرنا من أسمرة أن الشيخ سالم إبراهيم مختار مدير مكتب دار الإفتاء الإريترية يعمل منذ فترة ليست بالقصيرة على ربط نشاطات مجلس الأوقاف بنشاطات المكتب المركزي للهجدف، متجاهلا كل موجهات المجلس وضاربا عرض الحائط باستقلالية مجلس الأوقاف الدينية. وتقول التقارير أيضا أن الشيخ سالم الذي أصبح عضوا فعالا منذ عام 2003 في الهجدف يقدم خدماته للأجهزة الأمنية التابعة للنظام الاستبدادي، ويتعاون معها في حملات الاعتقال والتهديد التي يتعرض لها المسلمون في البلاد، مما أكسبه ثقة النظام ورعايته، بينما أصبح محل استنكار من قبل المواطنين بسبب تصرفاته المشينة. وحسب مصادرنا فإن الشيخ سالم، والذي يطلق عليه المواطنون اسم العقيد سالم، أصبح الرئيس الفعلي لدار الإفتاء الإريترية بعد غياب مفتي الديار الإريترية الشيخ الأمين عثمان الأمين عن مكتب دار الإفتاء لضعفه بسبب تقدمه في العمر ومعاناته من بعض الأمراض التي أقعدته عن العمل بشكل مستمر. يستغل الشيخ سالم هذه الظروف للتأثير على نشاط الإفتاء وشل حركة مجلس الأوقاف. وتشير معلومات سربت إلى مصادرنا في العاصمة أسمرة إلى مساع حثيثة يقوم بها النظام لتعيين الشيخ سالم مفتيا جديدا مكان المفتي الحالي، في انتهاك واضح لحق مجلس الأوقاف في انتخاب مفت للديار بحسب ما تنص عليه النظم الداخلية لدار الإفتاء. هذا الحق الذي ضرب به عرض الحائط منذ ربع قرن عندما قام النظام بتعيين المفتي الحالي رغم اعتراض الكثير من الأعيان والمشايخ على تلك الخطوة. ويذكر أن نظام أسمر يقوم من حين لآخر بانتهاكات تمس المقدسات الدينية، ويتعدى على لوائحها في تدخل سافر في شؤون الطوائف الدينية وخصوصياتها دون وجه حق، ويحاول السيطرة التحكم على نشاطاتها الروحية والدينية من خلال تعيين تابعية على رأس الهياكل التي تقوم بتسييرها. في إطار نشر الوحدات المنوط بها تأمين العاصمة أسمرة أثناء فترة الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى الاستقلال، تم نقل الفرقة 22 من منطقة متكل أبيت لتعيد نشر قواتها في الضواحي الشمالية للعاصمة أسمرة. ودشنت الفرقة المنقولة حديثا تواجدها في المنطقة بافتتاح معتقل في قرية عدي سجدو، وشرعت فورا في القيام بمداهمات لمنازل المتغيبين من أعضاء الفرقة واعتقال ذويهم لحين تسليم العسكريين أنفسهم والعودة إلى وحداتهم. وبهذا تصبح المنطقة الصناعية المهجورة بقرية عدي سجدو قبلة جديدة اختارها النظام لتتحول إلى مجموعة معتقلات جديدة بعد أن أصبحت معتقلات عدي أبيت ومايسروة وقشوت معروفة للجميع.
ذكر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الصادر في 24 من فبراير أن الإريتريين شكلوا ثالث أكبر الجماعات التي تعبر المتوسط إلى أوروبا بعد سوريا وأفغانستان، وهم أكثر الجماعات التي فقدت حياتها في هذه الرحلة. وتحدث التقرير عن استمرار حالة غياب حكم القانون في البلاد، وأن المعارضة فيها محظورة، وغياب الإعلام المستقل، والقيود المفروضة على حرية العمل السياسي والحزبي والعقيدة، وحرية التنقل والاعتقال التعسفي دون تهمة أو محاكمة. ونوه التقرير أيضا إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا والمفوضة من قبل الأمم المتحدة، والذي وثقت فيه عدة حالات وأنماط لانتهاكات حقوق الإنسان منذ استقلال البلاد، موضحة بأن الحكومة الإريترية ربما تكون مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. أوضح السيد هايلي مريم ديسالينغ رئيس الوزراء الإثيوبي في 23 من فبراير الجاري بأن حكومته سوف تتخذ خطوات عسكرية قانونية لضرب ما أسماها الجماعات التدميرية لإثيوبيا في إقليم الأورومو والجهات التي تقف خلفها، دون أن يشير إلى الجهة التي تقف خلف من وصفهم بجماعات تخريبية للتنمية في إثيوبيا، مشيرا إلى أن الحكومة الإثيوبية تأكد لها رغبة هذه الجماعات التخريبية بتغيير نظام الحكم الديمقراطي في إثيوبيا من خلال عمل عسكري. واستطرد قائلا: تعرضت الحكومة وأجهزتها الأمنية لعدة هجمات مسلحة من جماعات أسماها بالإرهابية التخريبية، مبينا أن هذه الجماعات المسلحة وحدت فصائلها وتتمتع بدعم خارجي كبير. يذكر أن الصدامات في هذا الإقليم الإثيوبي دامية وراح ضحيتها أكثر من 200 قتيل. وعلى صعيد ذات صلة، تشير التقارير إلى اختطاف مجموعة من الإثيوبيين كانوا يعملون في مناطق التعدين التقليدي في إثيوبيا من قبل جماعات إثيوبية مسلحة تدعمها وتدربها الحكومة الإريترية. وعلى ذات السياق، ذكرت الإذاعات الإثيوبية المعارضة والتي تحتضنها الحكومة الإريترية بأنها شنت هجمات على قوات الحكومة الإثيوبية خلال الشهر الماضي. أصدر مكتب المشورة في الحكومة الأسترالية في 24 من فبراير الجاري معلومات ينصح فيها مواطنيه بعدم السفر إلى إريتريا، وذلك لعدم ضمان سلامتهم فيها جراء التدهور الأمني وقرارات الحكومة الإريترية غير المعتادة، مشيرا إلى القيود المفروضة على حرية الحركة داخل البلاد. وإذا كان لابد من السفر إلى إريتريا، يجب توخي الحيطة والحذر الشديدين وتجنب الذهاب إلى المدن، وخاصة تسناي، بارونتو عصب، وكذلك المناطق المجاورة لإثيوبيا، نظرا للحالة الأمنية الخطرة. يجدر بالذكر أن العديد من الدول التي تهتم برعاية وسلامة مواطنيها تصدر من حين إلى آخر إرشادات مماثلة داعية مواطنيها إلى عدم الذهاب إلى إريتريا. وأخيرا، وبأوامر مباشرة من الرئيس أفورقي، منع طبع النسخة التجرينية من كتاب رحلة في الذاكرة لكاتبه الأستاذ أحمد طاهر بدوري. وكان الكتاب قد تناول بعض الموضوعات المسكوت عنها في وسائل الإعلام الرسمية، مثل تاريخ وتفاصيل تكوين حزب الشعب الثوري، ذلك الحزب الذي عمل بشكل سري داخل الجبهة الشعبية حتى عام 94. كما شمل الكتاب على شروحات لبعض الأحداث التاريخية من وجهة نظر كاتبها، فيما اعتبره البعض محاولة لإعادة كتابة التاريخ بما لا يتماشى مع الروايات الرسمية. وقُبلت النسخة العربية من كتاب رحلة في الذاكرة حين صدورها قبل 3 سنوات بتقريع من الطاغية أفورقي، وصدر أمر المنع يوم الجمعة 19 من فبراير الجاري. واشتمل القرار أيضا على قائمة تمنع دخول كتب وتداولها وروايات إريترية أيضا صدرت في الخارج. ويأتي قرار هذا المنع وتداول إصدارات إريتريا من الخارج حسب مصدر أمني رفيع إلى توصية ونصائح قدمها رئيس دار نشر محسوبة على النظام، كان قد زار البلاد مؤخرا وأجرى لقاءات أمنية سرية حذر خلالها من أعمال أدبية إريترية تعمل على تأليب الجماهير، كما سماها ضد نظام الطاغية أفورقي. نهاية النشرة. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية.
وقبل تناول لب الموضوع لا بد من الإشارة والتأكيد بأن إريتريا شعبا ووطنا قد تبوأت المرتبة الأولى في المعاناة والتضحية على مدى التاريخ الحديث قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال، قياسا لدول القرن الأفريقي والشرق الأوسط. هذا إذا استثنينا القضية الفلسطينية لخصوصية هذه القضية. والتحدي الذي واجه به الشعب الإريتري من أصناف القوى الداخلية والخارجية كان يقابلها بالمقابل فاتورة من الشهداء والضحايا والدمار. لم تنكسر إرادة هذا الشعب حتى في أصعب المنعطفات الحرجة في الثورة. سعى الكثيرون كلا بوسائله أن يثني أو يكسر هذه الإرادة. الإثيوبي بالدمار والقتل وإحراق كل ما له صلة بالحياة رغم انعدام مقومات حياة في الريف الإريتري أصلا. والثورة وتنظيماتها وما حملته من عيوب النشأة والتكوين والعجز الذي استدعى جميع أدوات التخلف إلى جسم الثورة وتوجهاتها، مما أدخل الثورة في نفق مظلم ولزمن طويل. والشعب يدفع، ولكن إرادته بقيت متماسكة وتزداد رسوخا. كان الشعب يتجنب الدخول في نقاش بيزنطي عهدناها من أنصاف المثقفين في التنظيمات حينها، وكانت جملة واحدة تحكم موقف الشعب والمعبرة عن وعي ومسؤولية: أولادنا ليكن الله معهم. عبارة تتردد كالصرخة في شرق وغرب إريتريا. وفي المرتفعات نفس العبارة: دقنا زجهري حق الزم. لو لم يكن موقف الشعب الإريتري قائما على هذا المبدأ لما شاهدنا استقلال ولا حرية ولا علم ولا ديكتاتور كان يمكن أن تطوى مثلها مثل عشرات القضايا في هذا العالم. إصرار الشعب الإريتري أن يبقي شعلة نضاله متوهجة لنيل حريته وبناء وطنه وسياقة مستقبل أبنائه هي السر والمعجزة في كل الانتصارات التي تحققت في حرب التحرير أو حروب الحماقات التي صنعها من تولوا قيادته. مأساة هذا الشعب وهذا البلد بالمختصر المفيد هو فينا نحن من نعتبر أنفسنا بالنخب السياسية وبمختلف توجهاتنا السياسية ومواقعنا وتوزعنا في الإطر التنظيمية سابقا: جبهة التحرير الإريترية والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. إن ما جرى في كلا التنظيمين من نهايات هي في المحصلة مأساوية، وما يجري ونشاهده في الحياة السياسية الإريترية نظاما ومعارضة هو تحصيل حاصل في عجز النخبة القائدة في معالجة المسألة الوطنية برؤية تنطلق من الواقع بحقائقه القائمة دون استعارات بليدة من تجارب بعيدة. كان الفكر الماركسي هو الأكثر جاذبية في السبعينات، وكلا التنظيمين رفع راية الماركسية باستحياء لحساسية الفكر من الناحية الفلسفية، ولكنه كان كأداة أيديولوجية فعالة لمواجهة النزعات المتخلفة من قبلية وطائفية وخلافها. وللأمانة التاريخية فإن الفكر اليساري عموما كان حاضنا أمينا للحركات الوطنية في صراعها ضد الاستعمار ومعارك التحرر على مستوى العالم الثالث. وكانت الشعارات اليسارية حول العدالة الاجتماعية والطبقة الكادحة ودورها التاريخي عاملا كبيرا في التعبئة وفي التضليل أيضا بكل أسف. لذا لا يجب تضخيم دور الأحزاب السرية في كلا التنظيمين، حزب العمل في الجبهة أو حزب الشعب في الشعبية، سلبا أو إيجابا.
هذه المسائل بحاجة إلى تقييم خاص لحساسية الموضوع وللكم الهائل من الشهداء الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لوطنهم ولمبادئ آمنوا بها من أجل مستقبل بلادهم وأولادهم. كانت هذه الأحزاب ملهمة في حينها، وكان دورها حاسما في أشد الأوقات وأكثرها حساسية، وفي نفس الوقت حملت من السلبيات ما أدى إلى السقوط المدوي لها. لكن المؤسف في الموضوع هو غياب التقييم الموضوعي للتجربة السياسية على مدى 40 عاما لكلا التنظيمين، جبهة التحرير الإريترية أو الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، حتى يمكن تلمس الطريق الصحيح للخروج من المأزق الحالي والضحية فيه شعبا ووطنا، بينما المهرجون في حلقات التعصب الأعمى لهذه التجربة أو تلك منتشرون بلا حساب هنا وهناك، ضاربون أخماسا في أسداس في كيل الاتهامات والتنقيب في كيل المديح والبطولات المصطنعة، بينما البطولة بلا جدل هي للشعب الإريتري لا غير. تلك الحقيقة الغائبة على الكثيرين. معرفة دور وأهمية ما كان سائدا سياسيا يكشف الكثير من الحقائق لما وصلنا إليه، وكيف وصلنا إلى مرحلة ليس تنظيمين أو 3 بل العشرات من التنظيمات والعشرينات، وكلها تقريبا عبارة عن كواكب تدور في فلك التنظيمين الرئيسيين الجبهة والشعبية، أقله من الناحية السياسية. بل إن العناصر المكونة والمحركة في جميع هذه التنظيمات أتت من كلا التنظيمين. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ما الجديد سياسيا لهذا التعدد الغير مبرر؟ أوليست الأطروحات السياسية هي والاتهامات هي؟ في اعتقادي إن لب المشكلة وجوهرها يكمن في عجز كلا التنظيمين في التصدي الحقيقي للقضايا الجوهرية من خلال مشروع وطني جامع يستجيب ويتصدى من أجل مشروع وطن واحد وشعب واحد، دون استعارات لنظريات وفلسفات من واقع آخر على شاكلة القوميات 9، فإذا كانت إريتريا لديها 9 فالجارة إثيوبيا لديها حوالي 100، أما السودان فقد يتجاوز ذلك الرقم، وهكذا هلم وجر على امتداد القارة الأفريقية، أي إنها مشكلة عالم ثالثية بامتياز. ولذا فالاستعارة من المرحوم كارل ماركس ليس حلا للمشكلة. وللأمانة التاريخية فإن كلا التنظيمين قد وضعا نصب أعينهما المواجهة العسكرية كأولوية تسمو على بقية الأولويات، أما ما عداها كان يعالج من خلال برامج سياسية فضفاضة وديماغوجية خطابية ومزاودات في المواقف وتسويق خطاب اتهامي برجعية هذا وتقدمية ذاك. ومن أجل سحب البساط من الطرف الآخر استقلت أدوات الواقع الاجتماعي المتخلف والرواسب التاريخية في التجربة لتبرير حجم ومبرر الخلافات وشرعنة وجود هذا الطرف أو الطرف الآخر. بل بلغ الأمر حدا في الجانب الآخر من هذه الصورة التراجيدية. كان كلا التنظيمين يعانيان من تناقضات سياسية داخلية، بعضها تم تجميده بحجة الأولوية للمواجهة العسكرية، والبعض الآخر من المطالب تم تصفية أصحابها جسديا أو عبر الاعتقالات في سجون لا يعلم إلا الله وحده مواقعها. هذه الصورة المأساوية هي النمط السائد في كلا التنظيمين أبان حرب التحرير، وإن اختلفت الوسائل الفنية في هذا السلوك بين أسلوب الجبهة وأسلوب الشعبية، ولكن في المحصلة فالنتيجة واحدة. كانت الجبهة هي الأكثر هشاشة، فما أن وصلت مرحلة المواجهة العسكرية بينهما حتى تفككت الجبهة بسهولة. وواقع الأمر أن عنتريات الشعبية وقدراتها العسكرية لم تكن سببا في هذه الهزيمة المنكرة، بل إن التناقضات الداخلية بلغت حدا لا يمكن معه إدارة معركة بصورة متماسكة. أضف إلى ذلك القباء السياسي لقيادة الجبهة
حين افتعلت مشاكل مع جبهة تيغراي بدلا من أن تحاول تحييدها على أقل تقدير، وهكذا كسبت الشعبية حليفا لها في معركتها ضد الجبهة. وأذكر شخصيا حجم الخلاف الذي كان سائدا بين الشعبية وجبهة تيغراي حينها، إلا أن الأقدار لعبت دورا عند هذه النقطة، ولذا نجدهم الآن يتحسرون على هذه الأخطاء المميتة التي وقعوا فيها. من خلال هذه الصورة العامة للواقع السياسي أبان الكفاح المسلح نستخلص الحقيقة المرة، وهي أن الأمور لم تكن سمنا على عسل، بقدر ما أضافت تجربة الكفاح المسلح من خلال التنظيمين الرئيسيين تعقيدات جديدة إلى جانب تعقيدات الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي، بل وسخر في جوانبه المتخلفة كأدوات في هذا الصراع. وفي المحصلة تركت هذه الصراعات بصمتها على الواقع السياسي الإريتري، لم يشفع معها لا استقلال البلاد ولا رفع الأعلام ولا النشيد الوطني ولا التلفزيون الرسمي وتهريجه شعب واحد وقلب واحد، حد حزبي حد لبي، ولا الوعد الكاذب لرئيس النظام بخلق الجنة الموعودة ولا سنغافورة أفريقيا. والمحصلة هو هذا الكم الهائل من التنظيمات المعارضة والتجمعات ذات الطابع الإنساني والمنظمات ذات الطابع المدني وهلم جر، والنشاط المحموم في وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن ما كان مختبئا في الصدور أو ما كان في عداد تابوهات مرحلة الكفاح المسلح. هذه الصورة للواقع السياسي الإريتري تبرز الحقيقة الجلية جدا، وهي أن ما يجري في الواقع السياسي حاليا هو نتاج وحصيلة لتجربة الكفاح المسلح على مدى 30 عاما، وقيام المشروع الوطني لخلق وطن واحد وشعب واحد، وبناء الدولة المدنية والمواطنة المتساوية والتنمية المتكافئة والعدالة الاجتماعية. إن ما نشاهده اليوم لا يعكس واقع الشعب الإريتري كشعب يعاني من الانقسام والتشرذم، بقدر ما يعكس التجربة السياسية القاصرة. وما نشاهده من موزايك التعدد السياسي والتنظيمي هو انعكاس الممارسة الخاطئة لتجربة التنظيمين الرئيسيين، الجبهة والشعبية بصفة خاصة، والتجربة السياسية الإريترية بصفة عامة، وانعدام التقييم الموضوعي والعلمي لهذا الامتداد التاريخي الغني بالعبر والدروس. إن المحاولة والمبادرة التي قامت بها مجموعة المدرخ في تجميع تنظيمات المعارضة تعتبر الخطوة الأولى الموفقة، ولكن هناك مشوار طويل بحاجة لرؤية سياسية تتجاوز الماضي بكل سلبياته، ونحن على أبواب مرحلة يعد فيها النظام الإعلان عن دستوره الموعود في ذكرى الاستقلال. ومن البديهيات ليس عنوان مضمون هذا الدستور لملمة المشاكل التي خلفها النظام، بل مزيد من تعميق المشاكل، وأولها سحق المعارضة دون رحمة وتعريتها سياسيا وبأنها كيانات سياسية تدور في حلقات مفرغة. تبقى الكلمة الأخيرة نوجهها للأخوة الذي جعلوا من تجربة جبهة التحرير الإريترية والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا كتجارب مقدسة وعدم المساس بها. نعود ونكرر أن الشعب الإريتري هو البطل أولا وأخيرا، وهذا الشعب ما زال قادرا ومستعدا لتقديم التضحيات في سبيل مستقبله ومستقبل أبنائه، حين يجد الطليعة القادرة على قيادته وليس المتسلطة عليه. فلتنزل رحمة الله علينا نحن النخب حتى نتخلص من الذي نحن فيه. لكم التحية، وإلى لقاء في حلقة قادمة. أحمد القيسي. زي ما حنا تسرايا اللي عدنا قلزنا مودايا يوم ما ينهم الله زي ما ينهم الله لفينا صندلت منينا زي ما حنا تسرايا اللي عدنا قلزنا مودايا يوم ما ينهم الله زي ما ينهم الله لفينا صندلت منينا Kaltin
من مدر قلتشني بحشمتك أزيما منينا أزيما ينهم لا رفينا صارت الباب التنسينا الشمعتنا لا سندلتا أو كرحنا لك ليبا من البابنا لا زر شاما بنا حبا سبا قلت ركبت بنيتا قلنا تمم لا سيوبا لا لي وامع الكل نخدمه كلنا بحبر الجلابة أزيما منينا أزيما ينهم لا لفينا صارت الباب التنسينا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل أوقاتكم. هذا جمال همد يحييكم ويقدم لكم هذه الفقرة الحوارية القصيرة مع رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الأستاذ الحاج عبد النور، وفيها سوف يتحدث عن ما صدر من مكتبه حول تأكيد تاريخ المؤتمر الثاني للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. هذا البيان أو التصريح الذي صدر يوم 23 فبراير الماضي أكد على ضرورة عقد المؤتمر وحدد سقف زمني محدد، داعيا الجهات السياسية الإريترية خارج وداخل التحالف المجلس والمنظمات المدنية والشخصيات الإريترية العامة وعموم الشعب الإريتري في سبيل إنجاح هذه الخطوة ولكي تتحرك المعارضة الإريترية نحو الإمام على حسب التعبير الذي ورد في التصريح. مرحبا بك الحاج عبد النور، وأرجو أن تحدد لنا أولا هل تمت باطمئنان كل الإجراءات التي تسبق كل المؤتمرات التي تعقد عادة، وهل تجاوز، يمكن القول أنه المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي تجاوز الإشكالات التي اعترضت طريقه خلال الفترة الماضية؟ شكرا الأخ جمال. وبالعودة إلى سؤالك، طبعا زي ما قلت نحن بصدد عقد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، وهذا المؤتمر كان من المفترض أن يعقد في نهاية السنة الماضية أو في سنة 2015، وعلى حسب مخرجات الاجتماع الطارئ الذي عقد في دبر زيت، وتم فيه تكوين اللجنة التحضيرية
ورئاسة المجلس والمكتب التنفيذي. والمهمة الأساسية لهذه المؤسسات أو هذه الجهات هي كانت انعقاد أو عقد المؤتمر الوطني الثاني للمجلس الوطني. وبعدها تعرض المجلس إلى أزمة وإلى يعني بعض الإشكاليات، وهي التي يعني لم تمكننا من عقد المؤتمر في أغسطس 2015 ثم أيضا في ديسمبر نهاية العام المنصرم. والآن نحن كما هو موضح في التصريح الصحفي الذي صدر في بحر هذا الأسبوع، نحن يعني اللجنة التحضيرية ويعني حتعد الأوراق، وبالفعل الأوراق تم إعدادها، لكن حتأخذ أو تستصحب بعض المواقف أو بعض الملاحظات التي وردت من سواء كانت قوى سياسية أو جهات متعددة ومكونات المجلس في المسودة الأولى التي صدرت من قبل. وبعد التنقيح وبعد التعديل ستكون هناك يعني الأوراق المعدلة والمنقحة ستصدر قريبا، وبعده الناس يعني حتبدأ في بقية الإجراءات من تحديد الكوتات ومن تصعيد عضوية المؤتمر وكذا. فبالتالي يعني الآن نحن يعني نقدر نقول نحن متجهين على المؤتمر، ولكن هناك أيضا يعني أمامنا يعني زمن هو ليس يعني بكثير، ولكنه أيضا أمامنا محطات لابد وأن نمر بها. وإن شاء الله في المحطات الجاية وفي الشهور الجاية حتى مايو 2016 سنكون نتخطى كل الإشكاليات الموجودة وكل فترات التمهيد والإعداد، ومنها سندخل المؤتمر إن شاء الله. طيب أستاذ الحاج، هناك قوة خارج المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي وخارج التحالف الديمقراطي الإريتري المعارض. هل هذه القوى سيكون لها يعني شكل من أشكال المشاركة؟ هذا إذا أخذنا في الاعتبار الورشة التي عقدت في فرانكفورت ثم اللقاء السياسي الذي عقد في نيروبي بين عدد من قوى التغيير الديمقراطي في إريتريا. هو بالفعل هناك قوة خارج المجلس الوطني وخارج التحالف الديمقراطي الإريتري، وهذه القوة هي قوة فعالة وموجودة في الساحة الإريترية، وبتعمل يعني أيضا الآن بالتنسيق، يعني بعدها يعمل بالتنسيق مع المجلس الوطني، وتنظيمات المجلس الوطني كان لها الدور المعلى في اجتماع نيروبي، أو زي ما تقول يمكن معظم القوى السياسية التي حضرت يعني في نيروبي والتي عقدت ورشة الاجتماع التي كانت بإشراف المنتدى هي تنظيمات منضوية، يعني معظمها في التحالف الديمقراطي الإريتري وأيضا من عضوية المجلس الوطني. وعليه لم تكن هناك قضاضة ما بين الاجتماع الذي عقد في نيروبي والمؤتمر. يعني هو المؤتمر هو خاص بأعضاء المجلس الوطني، سواء كان تنظيمات سياسية أو مجتمع مدني أو مستقلين أو يعني جماهير من مختلف الأقاليم المتواجدة في المهجر. عليه يعني الاجتماع أو المؤتمر القادم هو فكرة انعقاد المؤتمر كانت ما قبل نيروبي يعني وكانت موجودة، بس نحن للإشكاليات التي ذكرتها أنا لم نتمكن من عقد المؤتمر. وعليه الآن نحن يعني ذاهبين إلى هناك، ونتمنى أن الناس تنظر إلى هذا المؤتمر بإيجابية
وبروح يعني بتاع عمل نضالي، وهي محطة من المحطات لا أكثر ولا أقل. والآخرين يعني الباب مفتوح، سواء كانت يعني إذا كانوا حيحضروا بعدوية كاملة أو سيحضروا كمراقبين، حتى إذا لم يحضروا أيضا يعني نحن حنتقبل سواء كانت آراءهم، سواء كانت وجهة نظرهم، سواء كان في المستقبل كيف حنعمل أو آليات نقدر نعمل بها مع الناس خارج المجلس. حتكون يعني من إحدى المداولات التي سيتناولها المؤتمر أو يعني قاعة المؤتمر ستتناول هذه الأشياء، من ضمنها يعني كيف سيتم التعامل مع الناس الموجودين خارج المجلس، سواء كان بالتنسيق، سواء كان بإقامة آليات معينة تجمع ما داخل المجلس وما خارج المجلس. نعم، يعني أقصد أيضا بشكل محدد أنه اللجنة التحضيرية للمؤتمر هل عندها تصور بالتنسيق معكم أو مع المكتب التنفيذي، تصور لشكل مشاركة محددة لهذه التنظيمات مثلا؟ هو حتكون تقدم دعوة لبعض الناس الموجودين خارج المجلس، يعني سواء كانوا المدرخ أو المنتدى أو آخرين، لكي يحضروا هذا المؤتمر بصفتهم صفة مراقب، أو يعني من حقهم يحضروا. إذا كانت هناك يعني هم يعني عندهم الاستعداد فحيكون في دعوة حتقدم لهم. أما هم من الناحية المبدئية ما في إشكالية بيننا وبين الناس المنتدى بالتحديد. أما الآخرين أيضا نحن جمعنا معهم عمل آخر، هناك لجنة مكونة ما بين يعني تجمع يعني ناس يمثلوا التنظيمات التحالف أو تنظيمات داخل المجلس وناس خارج المجلس. هناك عمل أيضا مشترك يعني الناس قاعد تعمل فيه، والناس حتنظر له بشكل إيجابي، ونتمنى أن الناس تكون إيجابية أيضا مع المؤتمر كمحطة من محطات العمل للمرحلة القادمة. نعم، ما زلنا مستمع الكريم مع هذه الإفادات، والأستاذ حاج عبد النور رئيس المجلس التشريعي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. أستاذ حاج، سؤالنا الأخير يعني يدور حول التنظيمات الخمسة، أنه هذه التنظيمات الخمسة لا زالت تتحصن حول رفض كل أشكال اللقاءات وما نتج من نيروبي وغيرها، وهي تهدد دائما برفض يعني حضور المؤتمر. كيف ستتعاملون مع هذه التنظيمات الخمسة، خاصة وأنه مقرها أديس أبابا وهو المقر الكبير للمعارضة الإريترية؟ هو التنظيمات الخمسة زي ما قلت يمكن يعني 3 تنظيمات أو 4 تنظيمات منهم هم تنظيمات أعداء مجلس، ما في شك. يعني التنظيمات 4 منهم أو 3 يعني هم أعداء مجلس، والآخرين أيضا بصفتهم الشخصية رؤساء تنظيماتهم أو أعداء من تلك التنظيمات أيضا يعني يتمتعوا بعدوية في المجلس، لكن بشكل تنظيمي أو كقوة سياسية يمكن من التنظيمات الخمسة في 4 تنظيمات هي أعداء المجلس الوطني، وهي من المؤسسين للمجلس، وكان عمل أيضا ما قبل تأسيس المجلس أيضا في المفوضية عندما الناس كانت تعد ذلك المؤتمر الذي انبثق عنه المجلس الوطني. عليه نحن يعني هم هم يروا في إشكالية، يعني سواء كان حتى الإشكالية اللي نحن كنا وقعنا فيها أو كنا نعاني منها هي بالضبط ناتجة أو يعني نابعة من موقف تلك التنظيمات 4 أو ما عدويتهم في المجلس الوطني. هم الذين كانوا يروا مثلا يعني إشكالية في الأوراق، وأنه مسائل إجرائية
وخلافات ما بين المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية، حتى يعني برضو نابع من مواقف تلك التنظيمات. وأيضا زي ما ذكرت أيضا هم يعني لأسباب هم يعرفوها، أنا ما عايز أتكلم فيها برضو، تقيب عن اجتماع نيروبي. عليه الآن نتمنى أنه هم يكونوا جزء من المؤتمر ويحضروا. يعني هنا أيضا أحب أن أذكر أنه حيكون في هناك في الأيامات الجاية أو بالتحديد في 5 مارس القادم حيكون هناك حتكون في ورشة أو سيمينار لكل تنظيمات المجلس الوطني. وفي ذلك السيمينار أو في تلك الورشة سيتم يعني الوقوف على كل المستندات والأوراق التي أعدتها اللجنة التحضيرية، يعني بعد التنقيح وبعد تنقيح الأوراق وبعد الاستصحاب وأخذ في الاعتبار كل الملاحظات التي قيلت أو يعني دارت حول الورقة الأولى أو المسودة الأولى. ستكون هناك ورقة أخيرة معدلة حتطرح في هذه الورشة أو في ذلك السيمينار، وكل القوى السياسية بما فيها هذه التنظيمات يعني حتناقش هذه الورقة أو الأوراق. ثم يعني المخرج الأخير من هذا السيمينار أو من تلك الورشة هو سيكون المسودة الأخيرة التي ستطرح للجماهير وستطرح لأعضاء المجلس وسترسل للأقاليم للنقاش وللمداولات. عليه نتمنى أنه هذه القوة أو عضوية هذه التنظيمات وهذه التنظيمات تكون جزء وتلحق بالركب وتشارك في المؤتمر. والفرصة الآن برضو متاحة والباب مفتوح. بالفعل أغلبية أعضاء المجلس الوطني يعني أكثر من الثلثين قررت أنه تمشي المؤتمر وقررت أنه يعني تعمل للمؤتمر. والآن يعني الهياكل أو المؤسسات موجودة كما هي، سواء كانت المكتب التنفيذي يعني بغض النظر عن عدده، لكن يعني في جزء يعني ملتزم بقرارات التي صوت عليها المجلس الوطني بالأغلبية الساحقة، خارطة الطريقة التي أيضا خضعت للتصويت والمناقشة لأعضاء المجلس. عليه نرجو أن هم يعني يعطوا هذا الاعتبار للأغلبية، سواء كانت بعدد التنظيمات، سواء كانت بعدد أفراد المجلس، سواء كانت بتوجه عام. الجماهير الآن يعني تتساءل كما تعلم الأخ جمال يعني ماذا حدث لهذا المجلس وما مصيره. عليه الآن الشارع العام كله متجه إنه أن يعقد المؤتمر، وإذا كانت هناك أي أخطاء سواء كان من اللجنة التحضيرية أو سواء كانت من المكتب التنفيذي فنحن يعني سيخضع لتقييم وسيخضع للتصحيح والتقويم في الفترات الجاية والمحطات الجاية. يعني سيسبق اجتماع المؤتمر اجتماع للمجلس الوطني، هتكون في هناك جلسة في يوم 23 شهر 5 أي ما قبل المؤتمر. وهناك أيضا هذه الأوراق بعد أن تقف عليها القوى السياسية وبعد ما أن نقحتها اللجنة التحضيرية وبعد ما أن خضعت لمزيد من المناقشات والمداولات في الأقاليم وفي للجماهير الإريترية، أيضا هناك ستأخذ الصفة الشرعية باعتبارها هي مستندات يعني تقدم للمؤتمر. وأيضا في المؤتمر حتكون زي ما يقال المؤتمر هو سيد نفسه، والمؤتمر نحن الناس ما تتخوف بسبب الأوراق بسبب، فهناك محطات كثيرة حنمر عليها وحنجيها، والناس ممكن ما تبقى من الإشكاليات ممكن أن يحل هناك. عليه أنا طالب وأناشد كل يعني خاصة التنظيمات الأربعة أو التنظيمات الخمسة أن تتجه هذا الاتجاه الإيجابي وأن تطرح بقوة آراءها وملاحظاتها سواء كان في السيمينار القادم أو سواء كانت في المحطات الجاية. ودي هي الطريقة اللي نحن نقدر نطلع بها من الأزمة التي يعني نعيشها. وأنا بدوري أيضا أتمنى أن يعقد هذا المؤتمر في زمانه المحدد،
وأشكرك الأستاذ الحاج عبد النور، وسوف نعود إليك متى ما استدعت الحاجة لتوضيح كثير من الإشكالات والعقبات التي تعترض طريق المجلس الوطني. شكرا لك باسم المنتدى مرة أخرى. مستمعين الكرام، كان معكم جمال همد في حوار أو إفادات قصيرة مع الحاج عبد النور رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله. صوت المنتدى. في عناوين الأخبار لهذا المساء: وحدة من الجيش تداهم الباعة المتجولين، وتزايد تدخل النظام الاستبدادي في شؤون المؤسسة الدينية، وأنباء عن مساعي النظام لتعيين مفتٍ جديد. ترتيبات أمنية مشددة وافتتاح معتقل جديد استعدادا للاحتفال بذكرى الاستقلال. صدور التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الأمنستي، ورئيس الوزراء الإثيوبي يتوعد بخطوات عسكرية لمواجهة الاعتداءات التي تأتي من الخارج. الحكومة الإسرائيلية تحذر بشدة رعاياها من السفر إلى إريتريا باعتبارها من المناطق الخطرة. ومنع الطبع النسخة التجرينية من كتاب رحلة في الذاكرة للأستاذ أحمد طاهر بدوري. الأخبار بالتفصيل. تشهد مدينة أسمرة منذ صباح أمس الجمعة 26 من فبراير حملات دهم شاركت فيها وحدات من الجيش والأمن والشرطة، استهدفت الباعة المتجولين والضعفاء الذين يفترشون أرض الأسواق. ولم تكتفي السلطات الاستبدادية بمصادرة البضائع، بل أقدمت على اعتقال الباعة ونقلهم بواسطة شاحنات عسكرية أعدت لهذا الغرض إلى سجون ومعتقلات مختلفة في ضواحي مدينة أسمرة. ويقدر عدد المعتقلين في اليوم الأول من الحملة بحوالي 1000 معتقل من الجنسين، بينما لوحظ الغياب التام للسلطات البلدية التي يدخل موضوع تنظيم العمل في الأسواق في صميم مهامها العملية، مما يؤكد أن الغرض من حملات الدهم المشتركة كانت لمآرب أمنية. يسعى نظام الاستبداد في الوقت الحالي إلى ضم مجلس الأوقاف الديني إلى قائمة المؤسسات المخترقة، وذلك بزرع مناصرين له في مكاتب الأوقاف بالعاصمة أسمرة. وذكرت مصادرنا من أسمرة أن الشيخ سالم إبراهيم مختار مدير مكتب دار الإفتاء الإريترية يعمل منذ فترة ليست بالقصيرة على ربط نشاطات مجلس الأوقاف بنشاطات المكتب المركزي للهجدف، متجاهلا كل موجهات المجلس وضاربا عرض الحائط باستقلالية مجلس الأوقاف الدينية. وتقول التقارير أيضا أن الشيخ سالم الذي أصبح عضوا فعالا منذ عام 2003 في الهجدف يقدم خدماته للأجهزة الأمنية التابعة للنظام الاستبدادي، ويتعاون معها في حملات الاعتقال والتهديد التي يتعرض لها المسلمون في البلاد، مما أكسبه ثقة النظام ورعايته، بينما أصبح محل استنكار من قبل المواطنين بسبب تصرفاته المشينة. وحسب مصادرنا فإن الشيخ سالم، والذي يطلق عليه المواطنون اسم العقيد سالم، أصبح الرئيس الفعلي لدار الإفتاء الإريترية بعد غياب مفتي الديار الإريترية الشيخ الأمين عثمان الأمين عن مكتب دار الإفتاء لضعفه بسبب تقدمه في العمر ومعاناته من بعض الأمراض التي أقعدته عن العمل بشكل مستمر. يستغل الشيخ سالم هذه الظروف للتأثير على نشاط الإفتاء وشل حركة مجلس الأوقاف. وتشير معلومات سربت إلى مصادرنا في العاصمة أسمرة إلى مساع حثيثة يقوم بها النظام لتعيين الشيخ سالم مفتيا جديدا مكان المفتي الحالي، في انتهاك واضح لحق مجلس الأوقاف في انتخاب مفت للديار بحسب ما تنص عليه النظم الداخلية لدار الإفتاء. هذا الحق الذي ضرب به عرض الحائط منذ ربع قرن عندما قام النظام بتعيين المفتي الحالي رغم اعتراض الكثير من الأعيان والمشايخ على تلك الخطوة. ويذكر أن نظام أسمرة يقوم من حين لآخر بانتهاكات تمس المقدسات الدينية ويتعدى على لوائحها في تدخل سافر في شؤون الطوائف الدينية وخصوصياتها دون وجه حق، ويحاول السيطرة التحكم على نشاطاتها الروحية والدينية من خلال تعيين تابعية على رأس الهياكل التي تقوم بتسييرها.
في إطار نشر الوحدات المنوط بها تأمين العاصمة أسمرة أثناء فترة الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى الاستقلال، تم نقل الفرقة 22 من منطقة متكا الأبيد لتعيد نشر قواتها في الضواحي الشمالية للعاصمة أسمرة. ودشنت الفرقة المنقولة حديث تواجدها في المنطقة بافتتاح معتقل في قرية عدي سجدو، وشرعت فورا في القيام بمداهمات لمنازل المتغيبين من أعضاء الفرقة واعتقال ذويهم لحين تسليم العسكريين أنفسهم والعودة إلى وحداتهم. وبهذا تصبح المنطقة الصناعية المهجورة بقرية عدي سجدو قبلة جديدة اختارها النظام لتتحول إلى مجموعة معتقلات جديدة بعد أن أصبحت معتقلات عدي أبيتو ومايسروة وقشوت معروفة للجميع. ذكر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الصادر في 24 من فبراير أن الإريتريين شكلوا ثالث أكبر الجماعات التي تعبر المتوسط إلى أوروبا بعد سوريا وأفغانستان، وهم أكثر الجماعات التي فقدت حياتها في هذه الرحلة. وتحدث التقرير عن استمرار حالة غياب حكم القانون في البلاد، وأن المعارضة فيها محظورة، وغياب الإعلام المستقل، والقيود المفروضة على حرية العمل السياسي والحزبي والعقيدة، وحرية التنقل والاعتقال التعسفي دون تهمة أو محاكمة. ونوه التقرير أيضا إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا والمفوضة من قبل الأمم المتحدة، والذي وثقت فيه عدة حالات وأنماط لانتهاكات حقوق الإنسان منذ استقلال البلاد، موضحة بأن الحكومة الإريترية ربما تكون مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. أوضح السيد هايلي مريم ديسالينغ رئيس الوزراء الإثيوبي في 23 من فبراير الجاري بأن حكومته سوف تتخذ خطوات عسكرية قانونية لضرب ما أسماها الجماعات التدميرية لإثيوبيا في إقليم الأورومو والجهة التي تقف خلفها، دون أن يشير إلى الجهة التي تقف خلف من وصفهم بجماعات تخريبية للتنمية في إثيوبيا، مشيرا إلى أن الحكومة الإثيوبية تأكد لها رغبة هذه الجماعات التخريبية بتغيير نظام الحكم الديمقراطي في إثيوبيا من خلال عمل عسكري. واستطرد قائلا: تعرضت الحكومة وأجهزتها الأمنية لعدة هجمات مسلحة من جماعات أسماها بالإرهابية التخريبية، مبينا أن هذه الجماعات المسلحة وحدت فصائلها وتتمتع بدعم خارجي كبير. يذكر أن الصدامات في هذا الإقليم الإثيوبي دامية وراح ضحيتها أكثر من 200 قتيل. وعلى صعيد ذات صلة، تشير التقارير إلى اختطاف مجموعة من الإثيوبيين كانوا يعملون في مناطق التعدين التقليدي في إثيوبيا من قبل جماعات إثيوبية مسلحة تدعمها وتدربها الحكومة الإريترية. وعلى ذات السياق، ذكرت الإذاعات الإثيوبية المعارضة والتي تحتضنها الحكومة الإريترية بأنها شنت هجمات على قوات الحكومة الإثيوبية خلال الشهر الماضي. أصدر مكتب المشورة في الحكومة الأسترالية في 24 من فبراير الجاري معلومات ينصح فيها مواطنيه بعدم السفر إلى إريتريا، وذلك لعدم ضمان سلامتهم فيها جراء التدهور الأمني وقرارات الحكومة الإريترية غير المعتادة، مشيرا إلى القيود المفروضة على حرية الحركة داخل البلاد. وإذا كان لابد من السفر إلى إريتريا، يجب توخي الحيطة والحذر الشديدين وتجنب الذهاب إلى المدن، وخاصة تسناي، بارونتو عصب، وكذلك المناطق المجاورة لإثيوبيا، نظرا للحالة الأمنية الخطرة. يجدر بالذكر أن العديد من الدول التي تهتم برعاية وسلامة مواطنيها تصدر من حين إلى آخر إرشادات مماثلة داعية مواطنيها إلى عدم الذهاب إلى إريتريا. وأخيرا، وبأوامر مباشرة من الرئيس أفورقي، منع طبع النسخة التجرينية من كتاب رحلة في الذاكرة لكاتبه الأستاذ أحمد طاهر بدوري. وكان الكتاب قد تناول بعض الموضوعات المسكوت عنها في وسائل الإعلام الرسمية، مثل تاريخ وتفاصيل تكوين حزب الشعب الثوري، ذلك الحزب الذي عمل بشكل سري داخل الجبهة الشعبية حتى عام 94. كما شمل الكتاب على شروحات لبعض الأحداث التاريخية من وجهة نظر كاتبها، فيما اعتبره البعض محاولة لإعادة كتابة التاريخ بما لا يتماشى مع الروايات الرسمية. وقُبلت النسخة العربية من كتاب رحلة في الذاكرة حين صدورها قبل 3 سنوات بتقريع من الطاغية أفورقي، وصدر أمر المنع يوم الجمعة 19 من فبراير الجاري. واشتمل القرار أيضا على قائمة تمنع دخول كتب وتداولها وروايات إريترية أيضا صدرت في الخارج. ويأتي قرار هذا المنع
وتداول إصدارات إريتريا من الخارج حسب مصدر أمني رفيع إلى توصية ونصائح قدمها رئيس دار نشر محسوبة على النظام. كان قد زار البلاد مؤخرا وأجرى لقاءات أمنية سرية حذر خلالها من أعمال أدبية إريترية تعمل على تأليب الجماهير كما سماها ضد نظام الطاغية أفورقي. صوت المنتدى. وفي ختام هذه الساعة أعزائي المستمعين لكم منا أطيب التحيات والشكر على حسن المتابعة. كان معكم دائما فريق الإذاعة يوسف بوليسي، صلاح الزين، أحمد القيسي، جمال عثمان همد، محمد علي موسى، ودائما معكم في منتدى السبت أمل علي. أحييكم وأتمنى لكم عطلة سعيدة. إلى اللقاء.